لن ننسى. شهداء لحظة الإفطار. قبل نحو 10 سنوات، وتحديداً في 17 من رمضان، تجرعت مصر كأساً آخر من كؤوس الخيانة، وعاش أهل مصر ليلة دامية. انتهك الإرهاب الغادر في سيناء حرمة الشهر الكريم، واستهان بأعراف المصريين. نفذت عناصر إرهابية هجوماً على نقطة حدودية بمدينة رفح بشمال سيناء، في اللحظة التي كان جنودنا الأبطال يمسكون 3 تمرات وكوبا من الماء ويذكرون الله أثناء الإفطار. ارتقى عند الله 16 شهيداً من خير أجناد الأرض، وأصيب 7 آخرون في هذا الهجوم الإرهابي الخسيس، فاختلطت دماء الشهداء الزكية بدماء المصابين الصائمين بطعام الإفطار. لكن المشهد الدامي لم يكن دافعاً كافياً للرئيس الإخواني محمد مرسي، فتخلف عن الجنازة الرسمية لشهداء الوطن، وكأن من ضحوا بحياتهم لا ثمن لهم ولا قيمة عنده. الأمر الذي أشعل حالة الغضب الشعبي العارمة ضد حكم الجماعة ومندوبها في قصر الرئاسة. لن ننسى جرائم جماعة القتل وسفك الدماء باسم الدين، ولن ننسى أن الدين من الإرهابيين براء.